السلام عليكم، معكم أمي أنا مريم، إن شاء الله راكم قاع بخير. إذا اليوم راح نشارك معكم هذه الحلوى. إذا حلوى الطبقات تناسب بزاف مع القهوة، قهوة حليب، وطريقتها سهلة بمقادير جد مضبوطة. إذا يلا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. إذا هنايا في كسرونة عندنا الزبدة. هنا عندنا حوالي 180 جرام زبدة أو مارغرين. أنا فقط ما ديروش سمن، يا زبدة يا مارغرين. وهنا عندنا هو 180 جرام، ونزيد لها كاس ماشي معمر السكر حبيبات. إذا هنايا اول شي ندوب قبل الزبده تاعي باش هكاك نزيد لها السكر. هنا السكر كما قلت لكم ماشي معمر، موان دو دوا، باش ما تجيكمش الكاطو روس تاعكم حلو. لا باسكو عندنا العسيله نزيدوها. اذا هنايا لازم تنقصوا شويه من السكر. انا راح نخلط السكر تاعي والزبده حتى وين يذوبوا. وانا عندي نص كاس تاع العسيله، عسيله نورمال. اذا هنا راح نضيفها وراح نزيد تاني نحرك باش ما يتحرقليش هذاك السكر وهذيك الزبده، عفوا هذيك العسيله، حتى وين تشوفها تبدل اللون تاعها ودارت هكذا فقاعات. هنايا عندي مغرفه صغيره بيكربونات. كنت تشوفوا هنا مغرفه تاعي مغرفه تاع قهوه تاع بيكربونات. ونزيد تاني نخلط. هنايا النار تاعي تكون متوسطه. وشوفوا هنايا كي درت البيكربون تاعي كيفاش تبدل، كيفاش راح يتبدل اللون تاع هاد المكونات تاعي. انا هنايا راني نخلط ونخليها تزيد شويه حوالي 5 دقائق، ونطفيو عليها ونخليها تبرد. شوفوا اللون كيفاش تبدل، جات مارون. تسمع نحوس على هاد لا كولور. وهنايا راح نطفي عليها ونخليها تبرد لي شويه. انا راح نديرها دون سالادي ونخليها تبرد لي باش هكا كي نضيف لها البيض ما يطيبوليش هذوك الحبيبات تاع البيض. انا زدت شويه لافاني. وانا عندي 3 حبيبات بيض. اذا راح ندير ان باغ. كل ما ندير حبه كل ما نزيد نخلط، ندير حبه ونخلط، ندير حبه الاخرى ونخلط هكاك تدريجيا. تما وفور يا ميزور نخلط المقادير تاوعي. نزيد دوكا الثانيه والثالثه. وهنايا الفرينه، نديرو الفرينه هنايا تما كل وحده والبيض تاعها، كل وحده والفرينه تاعها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هنا ديروا عينكم ميزانكم حتى وين تتلم كاع تتلم لي كاع لاباط وتولي طريه. ما لازمش تولي يابسه، ولا لازم تولي طريه. يعني هنا الفرينه تاعي غربلوها جيدا. وهذا الجاتو روس او حلوى الطبقات ما فيهاش لا لوفور. اذا هنايا درنا فقط وهذه الوصفه عفوا لازم ليها ديروا لها البيكربونات. تعوضنا على لا لوفور. وبالك تسقسيني تقولي نقدر نعوض لا لوفور شيميك بيكربونات؟ نو. تسمى لازم هاد الوصفه لازم بيكربونات. هاي انا بعد ما تلمت لي العجينه هنايا راح نديرها الى 3 قطع. انا درت هنايا بالميزان باش هكاك يجوني نفس القطع كاع متساويين. والباقي نغطيه. وانايا نفتح العجينه تاعي ونجيب بابي كويسون باش هكاك تعاوني. وانا اذا كانت لصق لكم زيدوا شويه فارينه هكذا من الفوق، ولا ديروا بابي سيلوفان ولا تاع بلاستيك ولا.
المهم هنا نفتحها هنا رقيقة ونديرها بالفورشات. وهنا الفرن تاعي بيان سور شعلته على 180 درجة مسبقا، لازم يكون ساخن جدا الفرن. وهنا راح نطيبها حوالي 10 دقائق. وهنا فقط كملاحظة مهمة، هذه ملاحظة أو أستيوس ولا لازم آه كي نحبو نطيبوها لازم المول تاعنا نقلبوه على الظهر تاع المول، أو هذا اللي يدخل للفرن. إذا هنايا راني نطيب في اللولة تاعي حوالي 10 دقائق فقط، بيسك لاباط تاعي رقيقة رققتها تسمى برك تتحمر لي وخلاص. وهنا لازم تجيبوها شوية زيادة باش تجيكم مقرمشة وتجيكم بنينة. وهنايا راني طيبت 3 طبقات توعي كما راكم تشوفوا. وهذاك الزوائد، هذه الزوائد اللي قاعدوا في الأطراف، أنا تاني هذه راح نحمصها وراح نرحيها. تقدروا تزينوها من الفوق، تقدروا ولو ديروا شوكولا تزينوها من الفوق، ولا تخبيوها ديروا بها تحلية ولا يعفسة واحدة أخرى. إذا هنا نخليهم يبردوا. وبالنسبة للاكريم اللي راح نلصق بها الطبقات، عندي هنايا كاس تاع شونتيي، كاس معمر تاع شونتيي. وانا عندي جبن ابيض حوالي 100 غرام او قطعة من الجبن ابيض فروماج بلون. وهنايا برك اضافة نزلت هنايا حبة كيري، ولا ماشي اختياري، سي فاكولتاتيف، تقدروا تزيدوا تقدروا ما تزيدوش. وهنا عندي نص كاس ما. هنايا الماء تاعي بارد، بارد مليح، لازم يكون الماء تاعكم بارد. وما تقدروا تطلعوها بالحليب بيان سور. هنايا راهي طلعت لي الكريمه تاعي، صدقوني هاد الكريمه تجي خفيفه وتجي بزاف بزاف بنينه. وانا راح نديرها في لابوش باش تسهل لي العمليه تاعها، باش من نوسخش الحاله. نديرها هنايا في لابوش. وانا نجيب الطبقات تاوعي وراح نديرهم بلا كريم. وتقدروا ديروها بالكونفيتور ولو ديروا هاد لا كريم. وكاع بالك كاينين الناس ما عندهاش شونتيي، دير كونفيتور ولا دير كريم باتيسيير، كاس حليب، حبة بيض، 2 مغارف كبار سكر، 2 مغارف كبار مايزينا ولا فاني وقطعة زبدة. وتقدروا تاني ديروا اي حاجة عندكم متوفرة في الدار. هنا راح نغلق عليها وراح نزيد تاني تبقى واحدة أخرى على كريم وراح نغلق عليها. وهذا ما كان. إذا تبقى الأخيرة بيان سور ما لازمش نديروها لا كريم، ندير باسكو هنايا راح نكلاسيها بشوكولا. وإلا نتوما حبيتو ديروا الفتات هذاك اللي قلت لكم عليه مقبيلات، هنا لازم نديرو شويه لا كريم من الفوق باش كي ديرو هذاك الفتات يلصق مع لا كريم. وإلا حديروا شوكولا كيما درت انايا خلوها هكا كيما راهي. اذا هنايا شوكولا تاعي زدت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت، وتاني ذوبت شويه شوكولا بلون هنا فقط باش نديكوري بها، ندير بها خطوط. هذا ما كان. بيان سور التزيين يقعد اختياري، تقدروا ديروا شوكولا من الفوق وتزيدوا شويه كاوكاو. اذا التزيين تاعكم يقعد كيما قلت لكم اختياري، فقط لازم تتبعوا الوصفه كيما راهي. لان انا راح ندير الشوكولا من الفوق. صدقوني هاد لو غاتو روس بنين 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 بزاف. والاهم انه يجي خفيف، ما يجيش ما يتقامش كوا، ولا يجي سكري، ولا يجي خفيف ويجي بزاف من هكا مع القهوه تاع العصر. واش نحكي لكم. اذا هنا راني ايطالي في شوكولا وراح ندير خطوط فقط هكذايا، خطوط كيما الملفي. هذا هو التزيين تاعي اللي خيرته انايا لنهار اليوم. اذا دوكا الكاتو تاعي انا نخليه يبات ليله كامله، لازم 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 يبات باش كي نقطعوه ما يتفتتليش. اذا راح نخليه ليله كامله في الفريجيدار، وغدوه من داك باش نقدر نقطعو. تقدر تقطعو دي بتي كاري ولا دي لوزانج، ولا التقطيع
التاني يقعد اختياري وكيما تحبوه بيان سور. إذا هذه هي حلوتنا لنهار اليوم. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، إن شاء الله ما طولت عليكم، والمزيد من البارتاج، واللي مازال ما أبوناتش تابوني في الصفحة تاعي وتشاركها مع لي زامي تاعها. نتمنى لكم نهار مبارك، تهلاو في روحتكم، مع السلامة.